ضحكوا في تفسير أن يحيى عليه السلام تكلم صغير. كده 7. إزاي هم 7 الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري لم يتكلم في المهد إلا 3؟ إذن ينسب الكذب إلى الإمام البخاري. طيب، لما قال ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت ما تعرفش اسأل أهل الذكر. طيب، ارجع إلى أهل الذكر وأهل العلم ماذا قالوا في هذه المسألة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في هذا الحديث الذي تكلم في المهد فقط. هم 3، ومرحلة المهد اللي احنا بنسميها ما بعد الولادة بيوم يومين أسبوع، بيكون لسه الطفل في اللفة. ففي المرحلة دي ما تكلمش فيها إلا 3 دول. وبعد كده الصغار الذين ثبت أنهم تكلموا في المهد تكلموا صغارا وليسوا في المهد، يعني ما تكلموش في المهد في المرحلة اللي هي ما بعد الولادة مباشرة، لا، هم تكلموا صغارا، أي نعم، إن ثبتت أحاديثهم، ولكنهم لم يكونوا في المهد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك إشكال أبدا على الإطلاق. علمني الله وإياكم.